ازيكم عاملين ايه؟ ورجعنا لكم فيديو جديد مع شات جي بي تي. بصوا النهارده هنتكلم ازاي نسجل في اوقات يعني مش عارف اقول لكم ايه. بصوا خلينا نشوف انا هتكلم ازاي في الحلقه مع شات جي بي تي. يلا بينا. ازيك يا محسن عامل ايه؟ ممكن توضح اكتر عن مين زيجة محسن؟ هل تقصد شخص معين او شيء محدد؟ لا انت مش اسمك محسن؟ لا اسمي مش محسن، اسمي بيتر الشيش، وده اللقب اللي بتحب تناديني بيه. لو عندك اي سؤال او حاجه حابب تتكلم فيها انا هنا. ماشي يا بيتر الشيش. بقول لك ايه، اسمع دلوقتي بقى، ايه رايك؟ عايز اسجل حلقات بس للاسف في مشكله صغيره، او ممكن اقول لك عليها ولا لا؟ طبعا قولي المشكله وانا معاك، ممكن نلاقي لها حل مع بعض. بص انا فيديوهاتي دايما بصورها يا اما بالليل الساعه 12 يا اما الساعه 3 يا اما الساعه 5 الصبح. بس المشكله في صوت في الشارع بيطلع مثلا من الناس، او صوت كلاب او صوت حيوانات. يعني المشكله انا مش عارف اصور امتى. انا بصور في الفجر، بيكون الناس كلها نايمه عشان اقدر ابدا اصور. افهم عليك. مشكله الصوت في الفيديوهات ممكن تكون مزعجه، في شويه حلول ممكن تجربها. مثلا ممكن تستخدم ميكروفون جيد عزل للصوت اللي هيقلل من الاصوات الخارجيه. كمان اذا كنت بتصور في الفجر جرب تخلي النافذه او الابواب مغلقه عشان تقلل الاصوات من الخارج. في حال كنت تستخدم برامج لتحرير الفيديو، في بعض الادوات اللي بتساعد في تقليل الضوضاء الصوتيه. ايه رايك تجرب الحاجات دي؟ الحاجات دي كويسه وكل حاجه تمام، انا بعمل كده. بس المشكله في حاجات لسه بتعلمها. انا بمنتج لسه، يعني بادئ في الموضوع ده، يعني نسيت المونتاج بقالي 4 سنين، بحاول افتكر حاجات كتير. بص انا دلوقتي بقفل النوافذ، بقفل بشد الستاره، بشغل اضاءتي. بص دلوقتي حاليا بصور بكاميرا نيكول دي 5300. الفكره مش عارف بقى هل دي جودتها حلوه ولا لا. انا بلاقي جودتها كويسه. بس انت ايه رايك؟ انصحني ايه مثلا في المستقبل؟ اجيب كاميرا فيديو او نوعها ايه، او اسجل بيها ازاي؟ كاميرا نيكون دي 5300 بتدي جودة كويسة جدا للفيديوهات، خصوصا لو بتصور بها بدقة 1080p. لو حسيت ان الفيديوهات مش واضحة كفاية او الجودة مش على المستوى جرب تستخدم اضاءة اضافية لو كانت موجودة، لان الاضاءة تلعب دور كبير في تحسين الصوت. اما اذا كنت بتفكر في المستقبل وتبحث عن كاميرا فيديو، ممكن تبص على كاميرات زي سوني او باناسونيك GH5. الكاميرات دي معروفة بجودتها العالية في التصوير الفيديو، خصوصا في الإضاءة الضعيفة. هل عندك فكرة عن نوعية المحتوى اللي هتصوره في المستقبل؟ ده ممكن يساعدني أقدم لك نصائح أدق. لا تمام، أنا محتوى عارف أنا بعمل إيه والكلام ده خلاص. أنا مش محتاج مساعدتك دلوقتي، بس أنا كنت محتاج مساعدتك جدا قوي في التصوير او في الصوت. اللي انا مثلا صوت الكلاب زي ما احنا قلنا في اول الحلقه. زي مثلا الاضاءه، انا تمام اوكي اضاءتي ورم مثلا او ميكس بين الورم والابيض. الحاجه دي كمان انا بدرس فيها دلوقتي. بصراحه انا مبسوط منك جدا قوي اللي انت بتساعدني الفتره دي. انت مش لوحدك، انا هنا عشان اساعدك في اي وقت. سعيد انك مبسوط من المساعده وانك لقيت حلول للاشياء اللي كنت قلقان منها. بالنسبه لصوت الكلاب او الاصوات الخارجيه، ممكن تستخدم برامج في المونتاج زي ادوبي اوديشن او اوداسيتي علشان تقدر تقطع او تقلل الاصوات دي بشكل دقيق. كمان ممكن تستخدم نويز جيت في المايك او البرامج دي علشان تقلل الضوضاء. انا واثق انك هتكون مبدع في المجال ده، ان شاء الله توصل لافضل نتائج. لو احتاجت حاجه في اي وقت انا موجود. حبيب قلبي يا بيتر الشيش، والله انت راجل زي العسل. الله يخليك يا بيتر الشيش، كلامك ده بيسعدني جدا، وانا هنا دائما لاي حاجه تحتاجها. لو في اي وقت حابب تشارك افكارك او تستفسر عن اي حاجه انا معاك. عايزين بقى زي كل حلقه تختم الحلقه المره دي تقول لهم لا تنسوا اللايك ولا الاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ممكن تقولها بصوتك بقى الحقيقه عسل ده؟ كان نفسي اقولها بصوتي بس للاسف ما اقدرش، لكن لو كنت بتحب تكتبها او تقوله في الفيديو. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه واستنونا في الحلقه الجايه.